قلتلك إن في جن اتعلم على إيد شيخ كبير وكان داخل الجامعة على إنه طالب عادي، هتصدق ولا تقول خيال؟ اسمع اللي جاي. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. شيخ نلباز واحد من أكبر مشايخ عصره، حواليه قصص كتير، بس أخطرهم قصة طالب طلع مش إنسان أصلاً. تلميذ من تلاميذ الشيخ حكى إنه كان يوم في المكتب فجأة دخل طالب سوداني مرعوب. قال: ليلة امبارح كنت مع زميلي عمر، شفت منه حاجة ما تدخلش عقل. الباب كان مفتوح شوية، قلت لعمر يقوم يقفله، عمر مردش، وبعد ثواني شفت ايد صفر عمر بتطول وتقفل الباب وهو لسه قاعد مكانه. الشيخ ابن باز سمع الكلام وقال للطالب: ناديلي عمر. عمر دخل والشيخ قال له: استحلفك بالله، انت انس ولا جن؟ عمر بص للشيخ وقال: طالما استحلفتني بالله فانا من الجن، وجيت اتعلم وانقل العلم لعشيرتي ومش هجاهر بحقيقتي. العجيب الشيخ وافق انه يفضل يحضر الدروس بشرط ما يبانش لحد، ومن بعدها اختفى عمر للأبد. دلوقتي هل فعلا الجن ممكن يتشكل كإنسان كامل ويتعلم ويتعامل عادي؟ قول لنا في التعليقات.